احنا كلنا في حياتنا عارفين ان في اشخاص قذرة جدا وممكن تعمل اي شيء قذر، وعارفين برضو ان في اشخاص جهلة جدا بسبب جهلهم ده ممكن يضروا نفسيهم ويضروا اللي حواليهم. لكن عمرك في حياتك شفت شخص بيجمع ما بين الصفتين؟ يعني يكون جاهل جدا وفي نفس الوقت قذر. الحلقة بتاعت النهاردة انا جايب لك الثلاث صفات، جايب لك الشخص الجاهل لوحده، وجايب لك الشخص القذر لوحده، وجايب لك الشخص اللي بيجمع ما بين الصفتين، قذر وجاهل في نفس الوقت. في الحلقة بتاعت النهاردة أنا جايب لك ميكس من أقذر أنواع الشر اللي بتتعمل في العالم واللي بتعملها بعض الناس في بعضيها. طب أنا جايب لك الميكس بتاع الشر ده ليه؟ علشان تعرفه وتخلي بالك منه وتحذر منه في إنك تقع فيه. إيه هي أنواع القذارة اللي بتتعمل بخصوص موضوع السحر والجديد منه علشان تبقى عارفه وتخلي بالك منه. هدخل معاكم في الموضوع على طول لان الموضوع مش مستاهل اصلا مقدمه، لان كل فيديو انا جايبه لك في الحلقه دي بيتكلم عن نفسه، مش محتاج شرح ولا توضيح. انا هوريك الفيديوهات اللي هعرضها لك في الحلقه دي علشان تشوف كميه القذاره اللي وصل لها بعض البشر وكميه الجهل اللي وصل لها برضه بعض البشر. الفيديو اللي هشغله لك دلوقتي ده سواء انت شفته قبل كده او ما شفتوش ليه توابع بعد كده عشان تكملها وتعرف ايه التفاصيل بتاعتها وايه علاقتها وارتباطها بالفيديوهات اللي انا هوريها لك بعدها. ولكن الفيديو اللي انت هتشوفه دلوقتي ده لست منقبة وهي بتحكي وبتقول بلسانها انواع القذارة بتاعت السحر اللي كانت بتعملها اقرب الاقربين ليها، التنازلات القذرة اللي هي قدمتها علشان خاطر تأذي ناس ملهاش اي ذنب. السبب ما فيش سبب، وانما كل القصة حقد وحسل وغل وبغض تغلغل جواها، كره ساقها في انها تأذي اللي حواليها من غير اي سبب ومن غير ما يعملوا لها اي حاجه. انا عايز حضرتك تساعدني، بالله عليك ساعدني وما تسيبنيش في كل اللي انا فيه ده. انا اذيت ناس كتير قوي وخربت بيوت ناس كتير قوي هي وغيرها. بس انت حد تاني اذيتيه؟ ايوه. يعني كان الاثنين دول انت اذيتي ناس تانيه؟ كتير. طب قولي اذيتي مين تاني بقى؟ مرات اخويا. مرات اخوكي؟ ايوه. يعني حتى مرات اخوكي واخوكي ما استلموش منك؟ خالص. ليه مالها مرات اخوكي؟ انا برضه عملت لها نفس الكلام بس هي دي سابت الدنيا كلها وطفشت. طفشت ازاي؟ ما حدش يعرف عنها حاجه لحد دلوقتي. تتكلمي بجد؟ والله. ده عملت لها انت العمل ده ولا فين ولا عملت القصه ازاي؟ هو برضه في بدايه ما اتجوزوا كده كنا احنا بنروح عند والدتي وكانت دايما مفضلها عننا. احنا 5 بنات. مفضله مرات اخوكي؟ لانها كانت كويسه، كانت دايما بترعاها ودايما بتشوف مصالحها وكده. فانا كنت بغير انها كانت كويسه. وانا كنت بغير منها ومن طريقتها وبرضه انها كانت حلوه وبنت ناس وبرضه متعلمه وكده. فرحت عملت لها بالجنون. بالجنون؟ ايوه. لحد ما سبت البيت وطفشت ومحدش يعرف، لا احنا ولا اهلها يعرفوا عنها حاجه. دلوقتي طفشت بلد ايه؟ بقالها يجي 4 شهور دلوقتي. 4 شهور. انت يعني بتعمل الاعمال دي في اوقات يعني يعتبر اللي هو ايه، انا فاضي النهارده اروح اعمل عمل اراضي فلانه مثلا بتاع. بالظبط. مش عارفه حضرتك اعمل ايه؟ تعملي في ايه؟ هل انا ليا توبه؟ والله بصي، دي عبادات. انت عارفه في ربنا بيقول في 7 اجتنبوا ال7 الموبقات اللي هم المهلكات، يعني في 7 ذنوب كده ما ينفعش نعملهم عشان دول اللي بيهلكوا ربنا على ابونا على طول. اول حاجه الشرك بالله، ثاني حاجه السحر. يعني شفت السحر جريمته وعقوبته عند ربنا ايه؟ بعد الشرك بالله على طول. الفيديو اللي انت شفته ده البداية ده اولا. اما ثانيا فقصة الشاب الاردني اللي اغلبكم سمع بيها، اللي عمل حساب على السوشيال ميديا وعمل انه هو ساحر وبيعالج من السحر، وناس كتير بقت تتفاعل معاه على الحساب بتاعه لغاية اما الحساب بتاعه كبر واتشهر واتعرف وبقت عنده متابعين كتير، وبقت ناس كتير تدخل تتواصل معاه. الناس اللي كانت بتدخل تتواصل معاه على الرسائل وعلى الخاص كانوا بيطلبوا منه ان هم يعملوا اسحار ويعملوا اعمال لاشخاص تانية. الشاب ده عمل كده بسبب ان هو تعرض لسحر قبل كده من احد الاشخاص، اتقهر وزعل وقرر ان هو ينتقم. انتقامه ده كان لكل شخص بيعمل اسحار، فعمل الحساب ده وبقى يتواصل مع الناس دي، والناس دي كانت بتتواصل معاه على ان هي تطلب منه يعمل لهم اسحار، ولكن هو كان بيطلب منهم ويقول لهم اكتب لي ورقه بالطلبات اللي انت عايزها والاشخاص اللي انت عايز تعمل لها اسحار، وحط الورقه قدامك وتصور جنبها وابعت لي التفاصيل بتاعتها والصور بتاعتك على الخاص. وبعد ما بعتت له ناس كتير جدا علشان خاطر تعمل اسحار لاشخاص تانيين، قرر يفضحهم ونزل صورهم زي ما هي بمنشوراتهم بالحاجات اللي كتبوها على الميديا، والصور بتاعتهم انتشرت انتشار كبير جدا وواسع. طبعا دخلت ناس كتير علقت على الموضوع، منهم اللي كان مؤيد للموضوع ومنهم اللي كان معارض للقصة دي. ولكن مش ده الغريب في الموضوع ولا ده اللي صادم. الغريب في الموضوع والصادم الطلبات اللي كانت بتطلبها الناس علشان خاطر تعمل اسحار على اشخاص تانيين. ان في كانت داخله عايزه تعمل سحر لابنها. طب عايزه تعمل سحر لابنها ليه؟ ايا كان ابنها بيعمل ايه، في في الدنيا تدخل تعمل سحر لابنها، وواحده تانية عايزه تعمل سحر لجوز بنتها، او واحده عايزه تعمل سحر لجوزها، او واحده عايزه تعمل سحر لاخوها. يعني لما تيجي تبص تلاقي الغريب في الموضوع ان كل الناس اللي عايزه تعمل سحر عايزه تعمل سحر لاشخاص مقربين منهم ومعاشرينهم وعايشين معاهم وبياكلوا ويشربوا معاهم. طبعا الاشخاص دي نزلت صورهم في الاردن واتفضحوا على السوشيال ميديا في الاردن كلها، وتعرفت صورهم واشكالهم واساميهم وحتى عناوينهم والاماكن اللي هم عايشين فيها، يعني كل حاجه عنهم اتعرفت. طبعا انا ليا تعقيب بسيط عن القصه دي بالنسبة للأشخاص دول.
الناس دي ما اتفضحتش ولا ربنا شال عنهم الستر الا بعد ما الاشخاص دي فجروا وعملوا اللي عملوه مرة واثنين وثلاثة، وبعد ما ربنا اداهم انذار واثنين وثلاثة، وده تعقيبا على الاشخاص اللي كانت بتعلق وبتقول لك ده انتهاك لخصوصية الاشخاص دي وما كانش الشخص ده ينفع ان هو ينزلهم ولا يفضحهم. طب بالنسبة للاشخاص اللي هم كانوا عايزين يأذوهم، بالنسبة للقصة دي يتسمى ايه؟ انتهكوا خصوصيتهم وانتهكوا حياتهم وانتهكوا تفاصيل راحتهم وأمانهم واستقرارهم في حياتهم. الأشخاص دي كانت حتتسبب في جحيم في حياة أشخاص تانية. هل كل ده ما يعتبرش انتهاك بالنسبة له؟ يجي هنا السؤال، ايه اللي بيخلي الأشخاص دول يمشوا في السكة دي ويمشوا في الطريق ده وعندهم الجراءة إن لا بيرجعهم دين ولا إسلام ولا ملة ولا تحذير ولا مشايخ ولا علماء ولا أي حاجة خالص بترجعهم عن الطريق ده؟ وده بسبب إن في بعض الأشخاص الدجالين اللي متدارين ورا اللحية وعلامة الصلاة بيدسوا السم في العسل ويطلع لك على هيئة إنه هو شيخ وإنه هو عالم وإنه هو فقيه وإنه هو بيفهم في أمور السحر والدجل والشعوذة. هو بينبهك أو بيحذرك وفي نفس الوقت تلاقيه بيفتنك بإنه هو يجر رجلك بالتدريج للسكة دي. طبعا اللي مش فاهم أو علمه على قده بيقتنع ويصدق بالكلام ده وينجر للسكة. عندك مثلا الشخص اللي قدامك ده واللي بيطلق على نفسه انه هو معالج روحاني وليه باع طويل وسكة طويلة جدا في القصة دي، وناس كتير بتتابعه وناس كتير بتعمل الحاجات اللي هو بيقول عليها. ومن ضمن الحاجات اللي هو بيقول عليها عشان خاطر فك السحر وإذا كنت تعرف ان عندك سحر ولا مش عندك، فيديو خطير جدا نشره مؤخرا على صفحته، والفيديو ده انتشر كالنار في الهشيم وناس كتير طلعت علقت على الفيديو ده. الفيديو ده بيقول ايه؟ والحاجات اللي بيطلب ان الناس تعملها في الفيديو ده علشان خاطر تكتشف ان عندها سحر ولا ما عندهاش. اسمعوا الكلام اللي هو هيقوله والطريقة اللي هو بيقول عليها علشان خاطر تكتشف اذا كان عندك سحر او ما عندك. حد مسحور هات ورقه زي ديت كده تمام، وهتكتب على الورقه ديت 6 كلمات. الكلمه الاولى هتكتب سبحان الله، تحت منها هتكتب بسم الله، تحت منها هتكتب الحمد لله، في الجنب الثاني هتكتب الله اكبر، وتحت منها اعوذ بالله، واخر مره تكتب اللي هي الكلمه الاخيره لا اله الا الله. ثم بعد ذلك انا عايزك انك انت تحطهم على ساعد يدك اليمين هكذا، بمجرد وانت بتحطهم قول بسم الله، كن على وضوء واستمع لي الان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا، ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون، ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من ولي. هتلاقي ان في رعشه شديده جدا في ايدك الان، ارفع المنديل هتبص تلاقي ان في رسمه موجوده في ايدك او نقطه سوداء، تعرف ان ده رش من الجن دي. اهو الكلام اللي انتوا سمعتوه في الفيديو بتاعه ده والطريقة اللي هو بيقول عليها دي لا في مشايخ قالت عليها ولا عمرنا سمعنا بيها، ولا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام اتكلم وقال عليها. حتى المشايخ نفسها طلعت مشايخ أنكرت الكلام اللي هو بيقوله ده وقالوا إن ده كلام دجل وإن ما فيش الكلام ده في الدين عندي. الناس دي بتعمله على السوشيال ميديا من عالج نفسك بنفسك ومش عارف ايه، ويقول لك لف كذا وقول كذا وهات لي اسم امك، كل هؤلاء دجالين كذابين سحرة. هذه الافعال التي يعلمها هذا الاخ للناس هي افعال باطلة، ليست من علاج السحر ولا المس، وهي من قبيل الكهانة حتى ولو كان يقرأ القرآن. يعني ما توقفش الموضوع عند العرب بس، لا ده بقى يتصدر لنا من الخارج أشكال وأنواع جديدة للدجل والسحر والشعوذة. زي مثلا موضوع منتشر مؤخرا لكتاب، الكتاب ده عبارة عن ورق، الورق ده مكتوب فيه آيات قرآنية معينة بحبر معين، واللي بيروجوا للموضوع ده بيقول لك ان ده مش حبر وانما ده مكتوب بالزعفران. يقول لك انك تاخد الورق ده اللي هو مكتوب بالقرآن تبله في المية وتقلبه وبعد كده تطلعه وتشرب ميته. يعني شفت المثل اللي كنا زمان بنقول بله واشرب ميته، هو ده بالظبط الكلام اللي بيحصل. الخطير بقى في الموضوع ايه؟ الخطير في الموضوع ان لما بحثت عن القصة دي اكتشفت ان اللي عاملة الموضوع ده شركة هولندية. يعني الكلام ده جاي لك متصدر من هولندا، واللغة اللي بيتكلموا بيها لغة أجنبية، وفي أجانب كتير داخلة في الإسلام جديد ما عندهاش خلفية كاملة عن تعليم الدين الإسلامي. فلما تشوف حاجات زي كده وتشوف كلام زي ده تفتكر ان ده من الدين، وبالأخص ان اللي بيروج للموضوع ده ناس بتقول علامة الصلاة طبعا في جورتهم زي نسر الجمهورية، طالعين بيتكلموا على الموضوع انه من الدين وان الصحابة بتعملوا وانه كان موجود ايام الصحابة وان الموضوع ما فيهوش اي مشكلة خالص. طب الكلام ده نعمله ليه يا عم الشيخ؟ قال لك ان الكلام ده هتعمله علشان خاطر تعالج نفسك روحانيا، وان الكلام ده هيفك عنك اي سحر لو في اسحار معمولة لك وخصوصا السحر الاسود. طب هل الموضوع بيتوقف عند المية وبس؟ قال لك لا، ممكن تحطه في اللبن، ممكن تحطه في الشاي، تحطه في اي مشروب، ما فيش مشكله خالص. المهم ان انت تحط الورق ده في اي منقوع وتقلب وتشرب وبالشفاء. ولكن الحقيقه طبعا انه مش هيبقى بالشفاء ولا حاجه، لان انت مش عارف بتشرب ايه، والله اعلم الكلام اللي مكتوب ده ايه. ده طلع الدكاتره علقت على الكلام ده، والكلام ده مش مكتوب بالزعفران وانما الكلام ده مكتوب بالحبر، والحبر ده طبعا ليه اضرار، وقال لك ان الموضوع ده ليه اضرار خطيره جدا لو انت عملت كده فعلا وشربت، هيأثر عليك سواء على المدى البعيد او المدى القريب، عاجلا ام آجلا كده كده هيأثر عليك سلبيا. ده من ناحية الطب. اما من ناحية الدين والشرع
فالكلام ده طبعا مستحيل يكون حقيقي، ولا في منه في الدين ولا في منه في الشرع، ولا في مشايخ طلعت اتكلمت عنه قبل كده، وأول مرة تورد علينا حاجات زي كده أو ظاهرة زي دي، ولا تميل ولا تنتمي للإسلام بأي شكل من الأشكال ولا أي صلة من الصلات. الغريب بقى في الموضوع مش كل اللي احنا حكيناه ده، الغريب في الموضوع واللي هو الجهل اللي احنا قلنا عليه، التعليقات، الكلام اللي مكتوب في التعليقات على الفيديوهات دي. الناس اللي طالعه بتسأل تقول لك هو ده من فين وبيتجاب بكام وبيتجاب ازاي وبيتعمل ازاي وتأثيره ايه واحنا عايزين منه، طب الحاجات دي هل هي ايجابية فعلا ولا الكلام ده دجل؟ يعني الناس داخله تستفسر عن الموضوع ومصدقاه ومقتنعة بيه. متخيلين احنا وصلنا لدرجة ايه في بعدنا عن الدين وعن الاسلام وعن تعاليمه، وما بقيناش عارفين نقيم ولا نميز ما بين الحقيقي وما بين الدجل والشعوذة. فدخل لك الحابل في النابل زي ما بيقولوا، ونسأل الله السلام. طبعا عمل لك الكلام ده بأشكال وألوان وأنواع علشان خاطر انت تختار النوع اللي على مزاجك واللي على كيفك، وتختار اللون اللي انت بتحبه وتستمخ وتستمز وانت بتقلب وبتشرب. جماعة والله فعلا الكلام ده فعلا خطير، الكلام ده بينتشر في اوروبا حاليا، شوية شوية حلاقيه بينتشر عندنا احنا في بلادنا العربية وبلادنا الاسلامية، والناس ابتدت تقتنع وتصدق الكلام ده وابتدت تمشي وراه بشكل يخوف فعلا. فلازم ننشر للناس التحذيرات دي، ولازم نوعيهم ونعرفهم ان الكلام ده يا جماعة ما هو الا دجل وشعوذ. عايز اوجه رسالة لكل اخ ولكل أخت ولكل زوج ولكل زوجة ولكل أم ولأي حد بيمشي في المواضيع دي، يا أيها البني آدم أيا كانت صفتك أو نعتك أو شخصيتك، الموضوع اللي انت بتمشي فيه ده تحت أي مسمى، سواء كان شيخ، سواء كان معالج، سواء كان روحاني، سواء كان بينجم، سواء كان بيفبرك، سواء كان بيلطم، سواء كان بيجندل، أي حد انت هتروح له تحت أي مسمى وتحت أي مبرر انت عايز تعمل بسببه الشيء ده او الحاجة دي، انت كده دخلت في مرحلة من مراحل الكفر. والكلام ده ما تعتبرهوش فتوى مني، انت عايز تتأكد من الموضوع روح لأي شيخ واسأله عن الكلام ده وتأكد منه. إذا كان كلام الشيخ بيوافق كلامي يبقى اقتنع بكلامي وصدقه، وهو في الأصل مش كلامي وإنما هو كلام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وكلام رب العزة سبحانه وتعالى، لما قال لك وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. رب العزة سبحانه وتعالى وضح توضيح صريح إن السحر كفر، واللي هيعمل السحر كفر، واللي هيروح للصحراء كفر. فكون انك انت او انت بتمشي في الموضوع ده، حتى لو كان المبرر من وراء الموضوع ده ان انا عايز اعمل حاجة خير، في ان انا عايز اصلح من ابني، اصل ابني ماشي بطال، اصل ابني مش عارف بيعمل ايه، اصل زوجي سلوكه مش كويس، اصل انا عايز زوجي يحبني، ايا كان الطريقة اللي انت رايحة تعملي بيها الموضوع ده او السبب او المبرر اللي انت عايزة تعملي بيه الشيء ده، فانت كده اعتبري نفسك دخلتي في مرحلة من مراحل الكفر، ومش هتطلعي منها إلا إن رجعتي وتبتي إلى الله سبحانه وتعالى. وإن متي وإنتي على الحالة دي فإنتي رايحة لربنا بصفة من صفات الكفر، مصداقا لكلام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لما قال من ذهب إلى منجم أو عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ده تحذير واضح وصريح لأي حد يمشي في السكة دي. فاللهم إني أبرئ نفسي إني قد نبهت وبلغت وحذرت، فاللهم قد بلغت، فاللهم اشهد.